السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا شابتر 7 من كتابنا الجميل اللي مش راضي يخلص معانا ده، اللي هو فلوينت رياكت. الشابتر بيتكلم عن حاجه اسمها كونكرنت رياكت. انت في العادي لما تيجي تتكلم عن حاجه كونكرنت معناها ان حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت او حاجتين محتاجين يحصلوا في نفس الوقت، تمام؟ ففي العادي لما نتكلم عن حاجه كونكرنت غالبا بنكون بنتكلم عن حاجه في الباك اند او داتابيز او مش عارف ايه، بس في نفس الوقت الكلام ده موجود برده في الفرونت اند. موجود في الفرونت اند ازاي؟ ان انا عندي تاسكات او ابديتس بتحصل على الشاشه، فالابديتس دي جزء منها بيكون مهم ومحتاج يحصل دلوقتي، وجزء منها بيكون مش مهم محتاجين ناجله، او جزء منها بيكون تقيل فمحتاجين ناخره لحد ما الحاجات المهمه تحصل، تمام؟ فمن هنا بتيجي كلمه ايه؟ كونكرنت، تمام؟ ف كويك ديسكليمر بس قبل ما نبدا الفيديو ده هيكون فيه حاجات كتير امبلمنتيشن ديتيلز، او الشابتر ده هيكون فيه حاجات كتير عباره عن امبلمنتيشن ديتيلز وحاجات مش لازم نفهمها او مش لازم نعرفها اصلا، بس هي موجوده يعني جوه رياكت والكاتب بيذكرها بشكل كبير يعني، تمام؟ فمش عايزك تركز على التفاصيل، عايزك بس تفهم الفكره معايا، تمام؟ تعالى كده نبدا اهو. النوته دي، شايف النوته دي؟ معناها ان في الحاجه اللي احنا هنقراها كمان شويه هي امبلمنتيشن ديتيل، فما تركزش معاها قوي، تمام؟ اول توبيك عندنا بيقول لك ذا بروبلم وذ سينكرونس ريندرنج. ايه هو السينكرونس ريندرنج؟ ان انا يبقى معايا مجموعه ابديتس، الابديتس دي كل ما تجي لي ابديت اعرضه، كل ما تجي لي ابديت اعمله وخلاص، تمام؟ ده كانت الطريقه اللي رياكت شغاله بيها قبل كده، تمام؟ لو تفتكر كان في حاجه عندنا اسمها ستاك ريكونسايلر، هو كان شغال سينكرونس بهذا المنظر، تمام؟ واحنا بعد كده نقلنا منه لحاجه اسمها الفايبر ريكونسايلر، هو الايه الجديد بقى اللي بيقدم لنا الكونكرنت ريندر. مشكله السينكرونس ريندرنج هو انها تبلوك المين ثريد ده اللي هو ايه، اللي هو الثريد اللي الشغل كله شغال عليه. فانا لما بلوكه انا كده بعطل الشغل كله. لو مثلا لو عندي كومبوننت واحد مثلا تقيل هيتقل لي كل حاجه ثانيه بتحصل معايا، تمام؟ تمام. فقال لك رياكت بتحاول يعني انها تعمل حاجات كتير عشان تمنع حاجه زي كده، تمنع ان المين ثريد يحصل له بلوك، زي مثلا انها بتباتش الابديتس مثلا. يعني انت لو عملت كذا سيت ستيت في الكومبوننت بتاعك، مش كل ما تشوف سيت ستيت منهم رياكت هتلاقيها بترندر كومبوننت، لا، هي هتستنى انها تباتش السيت ستيتس دي كلها مع بعض على قد ما تقدر، تمام؟ وتطلعهم في ابديت واحد، تمام؟ بس في نفس الوقت الباتشنج ده على قد ما هو حل كويس على قد ما هو له ليميتيشنز ومش بيحل كل حاجه، تمام؟ مشكله السynchronous rendering تاني ان هو ما عندوش اي سنس اوف برايورتي. يعني هو بيشوف ابديت بيعمله على طول، تمام؟ ما عندوش مثلا سنس ان ده برايورتي عاليه محتاجين نعمله الاول، ده برايورتي اقل محتاجين نعمله بعدين، او نشيله خالص، او مثلا نلغيه عشان في برايورتي اعلى جت منه وهكذا. مفيش الكلام ده، هو بيعملهم بالترتيب، تمام؟ ما عندوش اعتبار مثلا للفيزيبيليتي بتاعت الكومبوننتس او بتاعت الابديتس اللي بتحصل. يعني هل الابديت اللي بيحصل ده في حاجه فيزيبل ولا حاجه انفيزيبل، حاجه باينه ولا مش باينه؟ ما عندوش اي سنس للحاجه دي خالص، تمام؟ فانت فجاه ممكن تلاقي نفسك يعني شغال على ابلكيشن، الابلكيشن ده فيه حاجات مهمه لليوزر، زي مثلا تكست انبوت او حاجه بالماوس شغاله بيهوفر عليها بيتحكم بيها زي سلايدر مثلا او كده، وحاجات تانية مش مهمه، بس هو الكود بتاعك مش مفرق ما بينهم وسايب الحاجات المهمه لليوزر وبيعرض الحاجات اللي مش مهمه لليوزر، تمام؟ احد هذه الامثله مثلا هو مثال انا جايبه هنا من شويه. ده ده جوش من الناس الجامده جدا في الجافا سكريبت والسي اس اس ولازم منه، تمام؟ كان بيعمل ايه؟ بيعمل شادو جنريتور، تمام؟ الشادو جنريتور ده ممكن نفتح نبص عليه دلوقتي اصلا. لو تبص كده ده الشادو جنريتور. الشادو جنريتور بيوريك شكل الشادو، مثلا أنا عايز احط مثلا شادو لونه مثلا ازرق مثلا شويه، تمام؟ وعايز مثلا ايه البوزيشن بتاعه يبقى جاي كده، الشده بتاعته تبقى كده، يبقى شارب ولا مش شارب، والريزولوشن بتاعه يبقى عامل قد ايه، كل الكلام ده، تمام؟ بقعد اعمل الكلام ده يطلع لي في الاخر ايه؟ الكود ده تحت، تمام؟ لو تلاحظ ان اليو اي بيتحرك بسرعه والشادو بيظهر بسرعه، بس الكود بتاعت مش بيرندر. يعني ايه مش بيرندر؟ في ساعتها بيتاخر، بيلاج، تمام؟ يعني ده الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها، الحاجه اللي احنا عايزين إن نقول ان ده مهم وده مهم وده مش مهم، محتاج يتاخر شويه، تمام؟ فده حصل ازاي؟ ده حصل ان ده كان شكله في الاول كده، كان ده كان شكله في الاول فين كان شكله في الاول حاجه زي كده، تمام؟ لاحظ ان هو ايه، عشان يحرك حاجه اليو اي بيلاج معاه والشادو بيلاج معاه، تمام؟ ليه؟ لان مفيش اي سنس اوف برايورتي، كله لهم نفس البرايورتي. فاحنا بنحاول نطلع من ده للشكل اللي احنا شفناه من شويه. نطلع منه ازاي؟ هنشوف ايه دلوقتي، تمام؟ الحاجات دي كلها بيحلها الكونكرنت ريندرنج. الكونكرنت ريندرنج بكل بساطه بيديك سنس اوف برايورتي، بيديك سنس اوف برايورتي، او ان هو بيبروتايز ابديتس عن ابديتس ثانيه. يعني في ابديتس تبقى اهم وابديتس ثانيه تبقى اقل اهميه، فانا اعمل المهم والاقل اهميه. لو مثلا لو في حاجه اهم منه جت، لا اشيله واعمل الحاجه المهمه الاول، تمام؟ او ديفر اعمله في الخلفيه لحد ما يخلص وبعدين ايه اعرضه، تمام؟ زي ما بيقول لك هنا ان هو بيشوف الحاجات اللي هي سي بي يو باوند، اللي هي اللي بتكون يعني واخده تحتاج ليفل عالي من السي بي يو، تمام؟ وايه يريحها شويه، يقعدها ورا، تمام؟ لحد ما الحاجات المهمه اللي هي مهمه لليوزر زي الانيميشنز الانتراكشنز الكلام ده كله تتعمل الاول، تمام؟ كذلك الكونكرنت ريندرنج بيسمح للاكت انها تعمل حاجه اسمها تايم سلايسنج. ايه هو التايم سلايسنج؟ انها ما تعملش الابديت كله مره واحده، لا تعمله على اكتر من مره او على اكتر من فريم، تمام؟ انها تقطعه للتشانكس الصغيره كده وتعمله اكتر من فريم. هنشوف الكلام ده كله بيحصل ازاي دلوقتي، تمام؟ قال لك زي ما قلنا من شويه ان الكلام ده كله بيحصل عن طريق الفايبر ريكونسايلر.
ان احنا كان عندنا حاجه اسمها ستاك ريكونسايلر. ستاك ريكونسايلر كان اسynchronous، دلوقتي بقى عندنا فايب ريكونسايلر هو اللي بيسمح بالكونكرنت ريندرنج. تمام. طيب بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيعمل الكلام ده عن ان هو بيقطع التاسكات بتاعته لتشانكس صغيره او يونت اوف ورك صغيره، بيسميها ايه؟ بيسميها فايبرز. فكره الفايبرز دي ان انا ممكن اديها برايورتيز، ممكن اوقفها في نص، ممكن اعمل لها ريزيوم، ممكن اعمل بيها حاجات كتير. هي دي فكرتها، فهي دي اللي بتقوم فكره الكونكرنت ريندرنج في رياكت اصلا. تمام. طيب ده حاجه اللي هو الفايبر ريكونسايلر، هو احد اجزاء العمليه دي كلها. احد الاجزاء الثانيه اللي هو السكادجولر. السكادجولر احنا معانا سكادجولر. السكادجولر ده هو كل بساطه سيستم او باكج كده معينه بتعمل ايه؟ بديها تاسكات وبقول لها التاسك دي تتعمل دلوقتي، التاسك دي تتعمل بعدين. بكل بساطه دي فكره السكادجولر. تمام. اوكي. تمام. فهنا مديك مثال على ابلكيشن شات. الابلكيشن شات ده فيه مسج ليست وفي مسج انبوت. تمام. وفي كذلك سوكت. السوكت ده يعني ايه؟ واصل معايا بيجيب رسائل من على السيرفر ويحطها لي في الابلكيشن عندي. تمام. فهو بيقول لك دلوقتي انت بتكتب في الانبوت وفي رسائل جايه، وليكن مثلا انت فاتح واتساب مثلا، فاتح جروب مثلا او تشات في مثلا 200 رساله مبعوتين مثلا، وانت ايه؟ تليفونك على قده وعايز تفتح تكتب رساله بسرعه. فهتلاحظ او تفتكر يعني هتلاحظ ان ايه؟ ان واتساب ممكن الرسائل تلاج، ما تظهرش كلها مره واحده، تظهر واحده واحده كده، او فجاه تلاقي 10 رسائل ظهرت مش عارف ايه، او انت رسالتك مثلا في اليو اي تتبعت تبان ان هي اتبعتت قبل كده وفي رسائل تظهر بعدها ومش عارف ايه. لكن الانبوت ذات نفسه ريسبونسيف معاك، شغال معاك زي الناس. تمام. ده ليه؟ ده لان هو شايف ان الانبوت اللي هو اللي فيه يوزر انتراكشن اهم من المسج ليست. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له برضه. تمام. وده هنا ده هو ده المثال اللي هو شغال عليه هنا. تمام. بيقول لك انت عندك تشات ابلكيشن في مسج ليست وفي انبوت، مين الاهم؟ الانبوت اهم. فاحنا بنحاول نوصل ان احنا نقول له ان الانبوت اهم من المسج ليست، او ان المسج ليست اقل اهميه من الانبوت. تمام. تمام. فالكلام ده كله بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق حاجه اسمها الترانزيشنز. الترانزيشنز دي حاجه موجوده في رياكت. فكرتها بكل بساطه ان هي ابديتس اقل اهميه. تمام. اقل اهميه من ايه؟ اقل اهميه من الابديتس الثانيه، اللي هو انت عندك اي ابديت زي مثلا الابديت اللي جاي من ستيت او ريديوسر او غيره. تمام. ده ابديت مهم بيتحط في حاجه اسمها السينك لين، وده لين عالي جدا، يعني برايورتي عاليه جدا. تمام. فانت بقى تيجي تقول له ان الابديتس الاقل اهميه انا مش عايز احطها في السينك لين، انا عايز احطها في الترانزيشن لين. طب ازاي اقول له ان انا عايز احطها في الترانزيشن لين؟ ان انا بحطها جوه ترانزيشن. ازاي؟ انا عندي هوك ده اسمه يوز ترانزيشن. اليوز ترانزيشن ده بيرجع لي حاجتين، حاجه اسمها ستارت ترانزيشن دي فانكشن، وفانكشن ثانيه اسمها اسبن او بوليان اسمه اسبندنج، بيعرفني لو في ترانزيشن شغال ولا لا. وهنعرف يعني ايه ترانزيشن كمان شويه. الفكره كلها ان انا بدل ما اقول له يعني ايه زي ما كنت في الاول هنا بقول له ايه؟ بقول له لما تجي لك رساله ست المسج في الستيت عندي. تمام. فده كده بقول له لا احطها لي في السينك لين، خليها لي حاجه مهمه جدا. تمام. بنفس اهميه او ممكن تكون اكتر اهميه من الانبوت. تمام. لا انا هنا بقول له لا هي دلوقتي اقل اهميه. عملتها ازاي؟ ان انا حطيتها جوه ترانزيشن. فهو كل بساطه بياخد الابديت ده يحطه في ترانزيشن، يحطه يعني في ايه؟ في يعني يديله برايورتي اقل بكل بساطه. تمام. تمام. بيقول لك هو بسكجول مسج ليست ابديتس وذ لور برايورتي اند ريندر ذيم without blocking ذا يو اي. تمام. فاحنا بقى هنشوف الكلام ده بيحصل ازاي. قال لك الكلام ده احد الاجزاء اللي فيه هو ايه؟ هو السكادجول. السكادجول زي ما قلنا ستاند الون باكج بتوفر لك تايم ريليتد يوتيليتيز، يعني يوتيليتيز بتساعدني ان انا اعمل الحاجات ايه في اوقات معينه. تمام. فكرته كلها ان هو بيساعدني ان انا امانج او اهندل الايه؟ المين ثريد. مين المين ثريد ده؟ انا شغال جافا سكريبت، صح الكلام؟ صح الكلام. الجافا سكريبت دي فيها يعني سنجل ثريد لانجوج، صح؟ سنجل ثريد لانجوج، ففيها ثريد واحد. فالثريد الواحد ده احنا بنحاول يعني نضحك على نفسنا ونقول ان هو الثريد ده يقدر يعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. تمام. بس ده يعني هو ما بيعملش اكتر من حاجه في نفس الوقت، هو عنده لوب كده ان هو كل شويه يعني يعمل حته من كل حته، فيبين لك ان هو بيعمل كذا حاجه في نفس الوقت. تمام. فالفكره كلها ان السكيدولر ده هو اللي ماسك المين ثريد، فهو بيحاول يحدد مين اللي يركب على المين ثريد دلوقتي، ومين اللي يشتغل على المين ثريد دلوقتي بكل بساطه. تمام. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان انت عندك في جافا سكريبت الايفنت لوب بتاعتك. تمام. بتعمل اكتر من حاجه. هنشوف كده. الايفنت لوب بتاعتك تعمل اكتر من حاجه، تعمل التاسكات السينكرونس عادي، وفي نفس الوقت تعمل حاجات تانية اسينكرونس. الحاجات الاسينكرونس دي اللي هي مثلا زي السيت انترفال، سيت تايم اوت، البروميسز، ان انا اقرا مثلا من داتابيز او اقرا من فايل سيستم او كل الحاجات دي اسينكرونس. الفكره ان الحاجات الاسينكرونس دي مش يعني مش كلها زي بعض. في حاجات مايكرو تاسكس، في حاجات مايكرو تاسكس. الحاجات المايكرو تاسكس المفروض انها حاجات كبيره شويه، الحاجات المايكرو تاسكس المفروض انها اصغر. تمام. بس الفكره كلها ان الحاجات المايكرو تاسكس اقل اهميه والحاجات المايكرو تاسكس اكتر اهميه. هتقول لي اشمعنى وهتقول لي ازاي؟ هقول لك ان بكل بساطه الايفنت لوب لما تيجي تشتغل ازاي؟ تشتغل كالتالي. بتقعد تمشي تعمل حاجات السينكرون بتاعتها لحد ما ايه؟ يعني لفه واحده من الايفنت لوب بتاعتها. تيجي هنا تشوف المايكرو تاسكس كيو، هل في حاجات؟ تقول لك اه في حاجات، في مثلا 3 4 حاجات. تقول لك ماشي هات لي واحده. تمام. وتعمل واحده، خلصت منها تروح سايبه الباقي وماشي لحد اللفه اللي بعدها وهكذا. تمام. بعد ما تطلع من المايكرو تاسك كيو تشوف على ايه؟ المايكرو تاسك كيو. تشوف هل في حاجات؟ يقول لك اه في مثلا 3 4 حاجات. تقول لك هاتهم كلهم. فروح شايف مثلا لو في 3 4 حاجات يعملهم كلهم ويكمل. فبالتالي مين اللي له اهميه اكتر؟ المايكرو تاسك كيو. يعني مثلا المايكرو تاسك ده لو محطوط دلوقتي هيتعمل دلوقتي.
طب المايكرو تاسك كيو لو محطوط دلوقتي، لا ممكن يكون في حاجات قبله تعمل الاول، وهو بقى يستنى لحد ما يجي ايه دور. تمام. فدي الفكره ان هو السكيدجولر بيعمل كده بالظبط، بيشوف الحاجه المهمه يحطها كمايكرو تاسك، الحاجه اللي مش مهمه يحطها كمايكرو تاسك. نرجع للكتاب نشوف بيقول ايه. دي فانكشن اسمها ensure root is scheduled. ensure root is scheduled دي بتتاكد ان الروت، تمام، الروت ده اللي هو الروت نود في الريندرنج تري بتاعتنا محطوط، يعني معمول له سكيدجولينج على السكيدجولر ان هو يتعمل له ابديت. تمام. وبيتعمل له ابديت فين؟ بيتعمل له ابديت في مايكرو تاسك. ليه في مايكرو تاسك؟ عشان نقول ان هو مهم، حاجه مهمه جدا محتاجين نعملها الاول قبل اي حاجه ثانيه. تمام. ف اهو هنا زي ما تلاحظ كده بتقول له ايه، بتسكادول الايميديت تاسك اللي هو بروسيس روت سكادجول ايه. تعال نجيبها بس من الكتاب التاني عشان الحاجات فيه اوضح. اهو فبيقول لك هنا ايه، بيقول لك الفانكشن دي مهمتها ايه، مهمتها انها تنشور ان روت سكادجولد. تمام. وبتحجز ايه، وبتحجز لك مايكرو تاسك عشان تسكادجول الروت فيه. تمام. تقعد تعمل شويه حاجات وتشيك شويه حاجات، بس تيجي في الاخر تعمل ايه، تسكادجول ايميديت تاسك انها تبروسيس الروت سكادجول مايكرو تاسك بس. بكل بساطه هو ده اللي احنا عايزين ايه نوصل له. تمام. تمام. هنا بيشرح لك نفس الكلام اللي احنا قلناه، بيشرح لك يعني ايه ايفنت لوب، بيشرح لك يعني ايه مايكرو تاسكس ومايكرو تاسك. قال لك المايكرو تاسكس حاجات زي السيت تايم اوت، الهاندلنج ايفنتس، الانترفالز، الكلام ده كله، اللي هي الايفنتس اللي هي الكول باكس وكده. تمام. لكن المايكرو تاسكس هي حاجات اصغر، مور immediate، زي مين؟ زي البروميسز، زي الاوبجكت اوبزرف، زي الميوتيشن اوبزرفر، زي غيرهم وهكذا. تمام. فاللي بيحصل ان هو زي ما قلنا بياخد مايكرو تاسك واحد، بعد كده ياخد كل المايكرو تاسكس ويعيد. سوري خبطت المايك. المهم، فنوصل في الاخر لايه، نوصل في الاخر ان المايكرو تاسكس عندها برايورتي اعلى. هي دي الفكره كلها. فبيقول لك هو هنا بيعمل ايه، بينشور ان الروت از سكيدجولد جوه مايكرو تاسك. ليه عايزه في مايكرو تاسك؟ عشان يعمله قبل ما البراوزر يعمل اي حاجه. تمام. قبل ما البراوزر مثلا يعمل ريندرنج او يهندل ايفنتات او يعمل اي حاجه، فعايزه اليو اي يرندر الاول. تمام. تقعد بقى الفانكشن دي تقعد تعمل شويه حاجات كتير كده ما لناش دعوه بيها. فوت. تمام. نيجي بقى نخش للكونسبت اللي بعده. كونسبت غير سكادجول. ايه الحاجه المهمه الثانيه غير سكادجول؟ عندك حاجه اسمها الريندر لينز. كنا قلنا من شويه ان في عندنا حاجه اسمها السينك لين والترانزيشن لين. تعالى نعرف بقى يعني ايه لين. اللين ده بكل بساطه هو برايورتي. تمام. قال لك اللين is a unit of work that represents a priority level and can be processed by React as a part of its rendering cycle. يعني هي جزء من الريندر سايكل له برايورتي. تمام. ف رياكت لما تيجي تري ريندر تعمل ايه، بتمشي على اللينز دي من فوق لتحت، من اكتر اهميه لاقل اهميه، تشوف كل لين فيه تاسكات ايه وتعملها ده ثم ده ثم ده ثم ده وهكذا. تمام. يعني برضو implementation details خد بالك. فبيديك هنا مثال، بيقول لك دلوقتي انت عندك سيت ستيت، السيت ستيت دي بتعمل ابديت، صح الكلام؟ صح الكلام. انت لو ناديتها في العادي عملت سيت ستيت وخلاص كده، بره اي جوه مثلا كليك هاندلر او بره اي حاجه غريبه ما نعرفهاش، تمام، هيحصل لها ايه، هتتحط في السينك لين. السينك لين ده اعلى برايورتي، فتتعمل قبل اي حاجه. تمام. طب لو انت عايز تقول له ان هي برايورتي اقل، هتروح حاططها جوه الترانزيشن زي ما شفنا من شويه. تمام. فلما تحطها جوه ستارت ترانزيشن هتترمي في الترانزيشن لين، وده برايورتي بتاعته تقريبا ايه، تاني واحده من تحت. تمام. فدي بقى اللينز اللي موجوده عندنا مثلا السينك لينز، سواء هيدريشن او مش يعني او مش هيدريشن. يعني انت عندك او السينك لين عندك منه سينك هيدريشن وسينك لين. ده اللي هو الايه، الايفنتس او الكليكس او اليوزر انتراكشنز بتحصل مره في الهيدريشن ومره من غير ايه هيدريشن. بعدين عندك الكونتينوس انبوت. الكونتينوس انبوت ده زي السكرول، زي الهوفر، زي كده. بعدين عندك الديفولت لين، ده محطوط في النص كده عشان احنا مش عارفين اصلا الايه، البرايورتي بتاعت الحاجه. ممكن مثلا يكون ابديت جالك نتورك مثلا في سيت تايم اوت اتعملت فيه بتاع حاجه حصلت كده، فانت مش عارف البرايورتي بالظبط ايه، فبتحطه في الديفولت لين وخلاص. بعدين عندك الترانزيشن لينز. بعدين عندك الايه، الريتراي لينز. الريتراي لين ده حاجه لها علاقه بالسسبنس. سسبنس ريتراي، مش السسبنس عامه، لا الريتراي بتاع السسبنس. تمام. فبيقول لك بقى الريندر لين ده بيشتغل ازاي بكل بساطه. بيشتغل ان انت بكل بساطه انت عندك كومبوننت، الكومبوننت ده مثلا بيابديت في مثلا سيت ستيت نادى جواه، او مثلا بتحط كومبوننت جديد في ريندر تري او كده، فده ابديت بيحصل. الابديت ده لما بيحصل رياكت بتدي له برايورتي. تمام. فالموضوع ده بيحصل على خطوات. الخطوات دي كالتالي، ان اول حاجه رياكت بتكولكت الابديتس. رياكت بتشوف الابديتس اللي اتعملت كلها من اول اخر ريندر لحد دلوقتي، تشوف كل الابديتس اللي اتعملت وتاخدها ايه، تحطهم في اللينز بتاعتهم. تشوف مثلا انت ابديت مهم هحطك في السينك لين، انت ابديت مهم في الترانزيشن لين، انت ابديت مش عارف سينك سسبنس ريتراي حط في سسبنس ريتراي لين، انت ابديت مش عارفك هحطك في الديفولت لين وهكذا. تمام. بعد ما تحطهم في اللينز تبدا بقى تعدي على اللينز دي واحده واحده، شوف كل لين فيه ابديتس ايه وتعمل ايه وتهندلهم واحده ورا الثانيه. تمام. بعد كده الكوميت فيز. الكوميت فيز دي احنا شفنا لها شابتر كامل اصلا، اللي هو عرفنا ازاي رياكت بتري ريندر. تمام. الكوميت فيز دي ان هي بعد ما تخلص الريندرنج بتاعه تطلع الابديتس بتاعتها احسن ابديتس وكده، تاخد الابديتس دي تحطها على الدوم وترن اي افكت موجود، سواء يوز افكت، يوز لاي اوت افكت، الكلام ده كله، وتفاينلايز الايه الدنيا.
تمام، والعمليه دي بتفضل تعيد وتزيد لحد ما الابلكيشن يتقفل. تمام. تمام. فنبدا نسال برضو بقى رياكت بتعمل الخطوات دي ازاي. كالتالي: اول حاجه احنا عايزين دلوقتي نكولكت الابديت، ناخد الابديت ده نحطه في البرايورتي بتاعته. نعملها ازاي؟ نعملها ان احنا رياكت بكل بساطه، مش احنا يعني، رياكت بكل بساطه بتعمل ايه؟ لما يحصل ابديت، رياكت بتيفالويت الكونتكست بتاعه، بتشوف هو اتعمل فين. هل هو اتعمل في كومبوننت، هل هو اتعمل في ترانزيشن، هل هو اتعمل مش عارف ايه، كل الكلام ده. هل هو مثلا نتيجه يوزر انتراكشن، هل هو نتيجه مثلا حاجه من النتورك، هل هو نتيجه ان البروبس اتغيرت، كل الكلام ده. فبعد ما ابديت يعني تشوف الكونتكست بتاعه، تقيم كده، تقدر تديله برايورتي، تستيميت ان في برايورتي معينه للابديت ده. تمام. بس قبل ما تحط له ابديت، او سوري، قبل ما تحط له برايورتي، تمام، هي دلوقتي عندها تصور ان ده برايورتي بتاعته ممكن تكون كذا. بس قبل ما تحط الكذا ده، بتبدا تشوف لو في اي برايورتي اوفر رايد. يعني ايه برايورتي اوفر رايد؟ يعني مثلا انت مستعمل يوز ترانزيشن او يوز ديفيرد فاليو، ده هنشوفه قدام شويه. ف بتشوف لو في حاجه زي كده، وتابلاي الاوفر رايد ده. يعني مثلا هو ده ابديت مهم فكان هيتحط في السينك لين، فجاه لقيناك بتستخدم يوز ترانزيشن فبيتحط في الترانزيشن لين. تمام. تمام. بعد كده نحطه في اللين بتاعه. خلاص حطيناه في اللين بتاعه كده، خلصنا عمليه الكوليكشن، احنا بنجمع الابديتس، خلصناه. عايزين ما نبدا نبروسس الابديتس. تمام. نبدا نبروسس الابديتس واحده ورا الثانيه. هتلاقي الحاجات الاهم فوق، الحاجات الاقل اهميه تحت، الحاجات الاقل اهميه خالص تحت خالص، وهكذا انت ماشي. فهنا مثلا بنديك مثال على الشات ابلكيشن. تمام. الشات ابلكيشن قال لك انت كان عندك فيه حاجتين، الانبوت والمسج ليست، صح؟ فهو قال لك الانبوت اهم من المسج ليست، فالمسج ليست هيتعمل ايه تحت خالص، والانبوت هيتعمل ايه immediately. تمام. طب لو زودنا حاجه في النص كده زي الايه التايبنج انديكيتور، اللي هو كلمه تايبنج اللي بتظهر فوق دي في واتساب مثلا او حاجه. تمام. فهتلاحظ انها ما بين الاثنين، ما بينهم هي اهم من المسج ليست عشان الموضوع يفضل ريل تايم والناس تقدر تشوف انك تايبنج وكده، لكن في نفس الوقت هي اقل اهميه من التايبنج انبوت، لان الانبوت ده انت يوزر انت بتتعامل معاه بشكل مباشر، فهو اهم. تمام. بعد كده بتكمت الكلام ده كله، تحطه في الدوم وخلاص، خلصت. تمام. هو ده بس؟ لا. قال لك طبعا الموضوع فيه حاجات اكتر من كده بكتير، في عندك كونسبت ثانيه، حاجه زي الانتانجلمنت، حاجه زي الريبيزنج، حاجه زي الفلاشنج افكتس. الحاجات دي يعني لازم تعرفها؟ مش لازم نعرفها، بس دي حاجات تانية بتحصل جوه عمليه الريندرنج، حاجات رياكت لازم تهندلها. يعني مثلا الفلاشنج افكت ده مثلا ان ممكن يبقى في افكتس محتاجه ترن في وسط الريندرنج عشان رياكت تضمن ان الريندرنج يحصل صح وده تفضل مظبوطه. فكره مثلا الريبيزنج او الانتانجلمنت، انت عندك لينز محتاجه تشتغل سوا، فازاي شغالهم سوا، كل الكلام ده كله. فهي رياكت بتابستراكت كل الكلام ده، بتابستراكت كل الكلام ده عنك انت ما بتحتاجش تعرف اي حاجه من ده خالص، انت بتستخدمها بس. هي دي الفكره كلها. تمام. تمام. نيجي نخش في بقيه اجزاء الاي بي اي بتاع الكونكرنت ريندرنج، حاجه مثلا زي اليوز ترانزيشن. اليوز ترانزيشن ده بكل بساطه بيرجع لك فانكشن اسمها ستارت ترانزيشن، بتخليك تقدر تحط ابديتس جوه الترانزيشن لين بكل سهوله. بس كده. هو ده يعني ملخص الكلام اللي انت هتشوفه تحت كله. تمام. وزي ما احنا عرفنا ان الترانزيشن لين اهميته اقل من السينك لين. بس كده. تمام. فبيقول لك هو انت ممكن تستخدم يوز ترانزيشن هوك، بيرجع لك حاجتين، بيرجع لك الستارت ترانزيشن فانكشن اللي تخليك تحط حاجات في الترانزيشن لين، وبيرجع لك كمان اس بيندنج. اس بيندنج الاس بيندنج دي بوليان، بيقول لك ايه، بيقول لك لو الترانزيشن بتاعك شغال ولا مش شغال، لو في ترانزيشن بيحصل دلوقتي ولا ما بيحصلش. فمثلا ممكن انت مثلا في ترانزيشن بيحصل فانت عايز تظهر لودنج، عايز تبلور الحاجه شويه او تخفف الاوباستي بتاعتها او كده، ده اوبشن يعني. تمام. ويقول لك كمان ان انت عندك فانكشن اسمها ستارت ترانزيشن لوحدها، مش جوه هوك او ما بترجعلكش من هوك، بس ما بتديكش معاها الاس بيندنج. تمام. فانت بقى بتشوف على حسب استخدامك، لو انت جوه كومبوننت فبتستخدم الهوك، لو انت مش جوه كومبوننت بتستخدم الايه الفانكشن العاديه. تمام. فانا مديك مثال، مديك مثال على ايه، مديك مثال ان انت عندك دلوقتي شغل تقيل، تمام، محتاج تعمله جوه ايه كليك هاندلر. تمام. عندك شغل تقيل محتاج تعمله جوه كليك هاندلر، فبتعمله ازاي؟ فبتعمله جوه ترانزيشن اهو. انت هنا حطيت الابديت بتاع الستيت جوه ستارت ترانزيشن، فالابديت بتاع الستيت ده بقى ايه، بقى يعني ديفيرد، بقى ممكن ياخد وقت، ممكن يتاخر عادي. تمام، مفيش اي مشكله. تمام. تمام. اوكي. في مثال اكبر هنا ومثال ألذ يعني، اللي هو النافيجيشن. ايه فكره النافيجيشن؟ فكره النافيجيشن ان هو بيقول لك دلوقتي انت عندك صفحتين، عندك اتنين كومبوننتس، محتاج تنافيجيت ما بينهم، مره تعرض كومبوننت 1 مره تعرض كومبوننت 2، مثلا زي الهوم والاباوت مثلا يعني. فانت ممكن تنافيجيت ما بينهم عادي، ان انا لما ادوس على الهوم اروح هوم، او يعني تحط لي هوم، لما ادوس على اباوت تروح اباوت. تمام. يعني هي مجرد ستيت، هعرف مثلا ان انا دلوقتي في الهوم ولا في الاباوت واعرض على اساسه. تمام. بس هو قال لك لا، هنعمل حاجه زياده، هنحط الابديت ده جوه ترانزيشن. هقول لك طب انا كده استفدت ايه؟ هقول لك انا كده استفدت شويه حاجات، ان الصفحه اللي انا رايح لها دي ممكن يكون فيها مثلا داتا فيتشنج، ممكن يكون فيها اي حاجه، ممكن يكون صفحه تقيله كبيره جدا لحد ما تحمل ومش عارف ايه وكده. فانا يعني بدل ما
اعرض لك صفحه بيضاء في النص، او مثلا تحصل مثلا ايه يعني اليو اي بتاعك يلاج او تحصل فيه مشكله. لا، احنا بكل بساطه ممكن نحط الكلام ده كله في ترانزيشن بحيث ان الصفحه تحمل وتخلص تمام، تبقى هي كابديت يعني، تبقى اهم من نقله من الصفحه للصفحه، ولما تخلص انقل بكل بساطه. وكذلك مثلا لو كان فيها مثلا كومبوننت فيه سسبنس مثلا بيفتش داتا او حاجه، فهو هيكون برضو يعني ايه اهميته اعلى، فيفتش الداتا الاول ويخلص، بعد كده ننقل للصفحه الثانيه. تمام. وفي نفس الوقت برضو اليوز ترانزيشن هوك بيقدم لنا الاس بيندنج بوليان، اقدر باستخدامه مثلا اعمل مثلا اعمل مثلا لودنج كومبوننت او لودنج سبينر او كده. تمام. تمام. اوكي. عندنا ايه تاني؟ هو هنا بيكلمك على اليوز ترانزيشن هوك، بيكرر نفس الكلام اللي قلناه من شويه. تمام. وبيدخلنا دلوقتي على هوك تاني اسمه يوز ديفيرد فاليو. ايه فكره اليوز ديفيرد فاليو؟ يوز ديفيرد فاليو هو بكل بساطه يعني زي اليوز ترانزيشن، بس الفكره ان اليوز ترانزيشن ده لاي ترانزيشن، اليوز ديفيرد فاليو للابديتس بتاعت الفاليوز بس. لو انت عندك فاليو معينه بتحاول تابديت الفاليو دي، بس مش عايز تابديتها برضه سينكرونس، عايز تديفير الابديت بتاعها، عايز تحطه في ترانزيشن. فبدل ما تعمل الكلام ده بايدك، هو عمل لك هوك للكلام ده. تمام. بدل ما انت تقعد تمبلمنت الهوك مره ثانيه، الهوك ده يعني ممكن يكون بيقول لك، يعني بيقول لك ان هو ممكن يكون من جوه عامل كده، ان هو عندك ستيت تدي فيها الفاليو اللي انت عايزها. تمام. بس ايه لما نيجي نعمل لها سيت ستيت بنعملها فين؟ بنعملها في ترانزيشن بكل بساطه. تمام. ده فكرته ايه؟ فكرته بكل بساطه ان الفاليو القديمه تفضل موجوده لفتره اطول من الفاليو اللي بتعمل ابديت جديد. يعني مثلا لو انا ممكن عندي اتنين فاليوز، عندي الداتا والديفيرد داتا، الداتا ممكن تتغير على طول على طول على طول على طول، لكن الديفيرد داتا يعني ايه ممكن تتغير، دي بتتغير مره واثنين وثلاثه، ودي تستنى شويه تاخد بقى الايه الفاينل فاليو بتاعتها. تمام. ليه؟ عشان الداتا بتتغير بسرعه، فلو مثلا في حاجات تقيله معتمده على الداتا، هتلاقي ان الحاجات دي بترندر كتير وبتقل اليو اي بتاعي. فانا لا، لو حاجات عاديه خليها تعتمد على الداتا، الحاجات التقيله خليها تعتمد على الديفيرد داتا. فهو انا مديك مثال. تمام. مديك مثال، المثال ده اللي هو مثلا هو عنده سيرش كومبوننت. سيرش كومبوننت ده بيسيرش فيه مثلا، يدخل فيه انبوت فاليو وايه، ويسيرش فيه مثلا على اي حاجه هو يسيرش عليها. فقال لك السيرش كومبوننت ده لو كان تقيل، تمام، فانا كل ما اكتب هتلاقيه تقيل معايا. تمام؟ فقال لك طب الحل ايه؟ الحل ان هو خلاص نديفر السيرش كومبوننت ده. ازاي؟ ان انا بستعمل يوز ديفيرد فاليو، بديله الفاليو اللي انا عايز اعملها ديفير، في الحاله دي هي السيرش فاليو، وترجع لي ديفيرد سيرش فاليو. تمام. فانا دلوقتي معايا حاجتين، معايا الانبوت وده معتمد على السيرش فاليو الاصليه، فهتلاقيه ايه بيرندر معاها بسرعه لان هو حاجه مهمه. ومعايا دلوقتي السيرش ريزلتس ده معتمد على الديفيرد سيرش فاليو. تمام. فهتلاقيه ايه الابديت بتاعه ديفيرد. تمام. لان هو بيابديت لما البروب بتاعته تابديت، والبروب بتاعته تابديت متاخر، تقعد فتره تمام تحتفظ بالقيمه القديمه بتاعتها لحد ما ايه تجي لك قيمه جديده وتشتغل بيها. تمام. لان هي زي ما قلنا ابديت باولويه اقل او اهميه اقل او برايورتي اقل، تاخد وقت عشان ايه تابديت. تمام. وده يعني شبه باترن مشهور كده في الكاشنج اسمه الستيل وار ريفاليديت. يعني ايه ستيل وار ريفاليديت؟ يعني دلوقتي انا معايا داتا، الداتا دي عايز اعملها ريفاليديشن، فانا ممكن اعمل حاجه من الاثنين. ممكن ارمي الداتا اللي موجوده عندي واستنى الداتا الجديده تيجي وافضل قاعد كده مستني لحد ما الداتا الجديده تيجي. تمام. وده كده مش كويس، هيعرض لي صفحه بيضاء او لودنج سبينر او ايا كان، مش كويس. ممكن اعرض الستيل داتا اللي هي الداتا اللي موجوده عندي لحد ما الداتا الجديده تيجي، ولما تيجي ابدلها مكان الداتا الموجوده وخلاص. فده الستيل وار ريفاليديت. فهو ده بيعمل حاجه زيه، ان هو ايه يعني بيفضل محتفظ بالقيمه القديمه لحد ما القيمه الجديده تيجي. تمام. بعد ما الابديت المهمه تخلص. تمام. تمام. ايه تاني؟ تقريبا بس مفيش حاجه تانيه كده. بس قال لك ان في بقى نقطه صغيره كده، ان عشان حاجه زي كده تشتغل لازم الكومبوننت ده يبقى ميموايزد. ميموايزد. تمام. لان لو مش ميموايزد هيري ريندر بغض النظر عن البروب بتاعته اتغيرت ولا لا، لان هو طالما البيرنت ري ريندر التشايلد بيرندر. عشان امنع التشايلد يرندر او اخليه يرندر بس لما البروب تتغير لازم يبقى ميموايزد. تمام. تمام. طب ايه مثال تاني على الكلام ده؟ مثال تاني على الكلام ده المثال اللي احنا كنا بنتفرج عليه من شويه، اللي هو الايه الشادو باليت جنريتور. تمام. اهو بيشرح لك الكلام ده بقى ايه ماشي ازاي. بيقول لك ان انا عندي اليو اي بتاعي اهو، حاجات هاي برايورتي حاجات لو برايورتي. فانا عايز اقول انه ان الحاجات الهاي برايورتي هي تشتغل اسرع، واللو برايورتي لا، يعني ممكن ايه نسيبه نعمله ديفر. تمام. نعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك نستخدم يوز ديفرد فاليو. هو انا بشرح لك بقى اليوز ديفرد فاليو شغاله ازاي. فبيقول لك هنا في المثال ان هو عنده الكاونت ده دي الستيت بتاعته. تمام. وعنده اتنين كومبوننتس بيتغيروا على اساس الستيت. عندك حاجه اسمها امبورتنت ستاف وعندك حاجه اسمها سلو ستاف. الامبورتنت ستاف ده حاجه مهمه وبتشتغل بسرعه عادي، لكن السلو ستاف حاجه ممكن تكون اقل اهميه شويه، بس الفكره انها لما تيجي تري ريندر بتبطئ اليو اي كله معاه. تمام. وعندنا البطن ده اللي بينكريمنت الايه الستيت. فلما نيجي نبص هنا ده مثال تفاعلي كده مع الموضوع. بيقول لك اهو ده اللي بيحصل لما نيجي نكليك. شايف لما نيجي نكليك ايه اللي بيحصل؟ الموضوع بياخد وقت عبال ما يرندر الايه اليو اي.
تمام. لو جينا بصينا كده جوه الوقت ده كله، مين اللي بياخد الوقت ده كله؟ هتلاحظ ان الايه، ان الامبورتنت ستاف ما بتاخدش وقت كتير، لكن الريل سلو ستاف اللي هو اللي عنده دي هي اللي بتاخد معظم الوقت، واليو اي لازم يستناها لحد ما تخلص عشان يرندر او عشان يغير اليو اي اللي انت شايفه على الشاشه. تمام. فاحنا عايزين نغير ده، عايزين نحل المشكله دي. تمام. فهو يجي هنا كمان يوريك مشكله تانية. مشكله تانية ايه؟ ان انا لما اجي اكليك على البطن اكتر من مره، ايه اللي بيحصل؟ يعني اول 2 كليكس ما بيعملوش اي تاثير تقريبا على اليو اي، لكن تالت كليكايه يعني ايه، مش تالت كليكايه بقى، اللي هو لما بطل كليكس التاثير بتاع الكليكات اللي عملتها كله بيظهر مره واحده. تمام. لان انا لما باجي اعمل كليك واجي اعمل كليك تانية، الكليك التانية زي ما بتقول كده بتقطع اول واحده، فبتوقف الريندر كله وتشتغل تاني. مع ان مثلا نقدر نقول ان ده زمانه خلص في الحبه دول، فنقدر نعرضه على الاقل، لكن هو لا، هو بيستنى كله عشان يشتغل، وطالما كله ما خلصش مفيش حاجه بتتعرض. تمام. فالحل اللي هو عمله ان هو بيعمل ايه، ان هو بيديفر الكاونت، تمام، باستخدام اليوز ديفيرد فاليو هوك من رياكت. تمام. فيطلع له الديفيرد كاونت ويديه للسلو ستاف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيقول للسلو ستاف ان انت عايزك ترندري معايا، بس الفكره ان الريندر بتاعك اقل اهميه، انا مهتم ان دي هي اللي ترندر ايه على طول معايا، لكن دي لو اتاخرت شويه او بتلاج ورايا شويه او الابديت بتاعها اتاخر شويه ما عنديش اي مشاكل. تمام. فده شكل اليو اي بعد ما ايه عملنا التغيير ده. بص كده اللي حصل. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو لما داس على الزرار حصل عنده تغييرين مش تغيير واحد. اول تغيير هو التغيير في الستيت العاديه، وده حصل في ساعتها، وده بيتاثر بيه الامبورتنت ستاف. فلما حصل الامبورتنت ستاف بس هي اللي اتغيرت. تمام. بعد ما ده بيحصل بنبدا بقى التغيير بتاع الديفيرد فاليو. التغيير بتاع الديفيرد فاليو اللي هو ان انا اغير الديفيرد فاليو اللي هي الثانيه دي. فلما اغيرها ده بتاخد وقت، خلصت يا سيدي واتغيرت وكل حاجه، فمين اللي بيتاثر بيها؟ السلو ستاف، فتبدا بقى هي ايه تتغير. تمام. فهو كده فصلهم الاثنين عن بعض، عرفوا ان دي مهمه عايزينها الاول، دي مش مهمه ممكن تتاخر عنها عادي. تمام. تمام. وهنا بيوريك المثال بتاع لما كنت بكليك اكتر من مره، فبما ان احنا الحاجه المهمه عندنا بترندر بسرعه. تمام. فانا لما بكليك عبال ما كليك هتكون الحاجه يعني ايه، يكون الريندر ظهر. تمام. فمش هيعطل الحاجه المهمه زي ما احنا شايفين هنا، اول حاجه المهمه بترندر بسرعه عادي، لكن الحاجه اللي مش مهمه والحاجه البطيئه بستنى لحد ما الديفيرد فاليو بتاعتها تتغير وايه وتشتغل. فالموضوع بيمشي ازاي؟ الموضوع بيمشي ان انا دلوقتي بابديت الفاليو. تمام. وبعدها بابديت الديفيرد فاليو، لكن انا لسه ما خلصتش ابديت الديفيرد فاليو، لقيت الفاليو العاديه ابديت التاني. فايه اللي بيحصل؟ فاروح مكنسل الابديت بتاع الديفيرد فاليو وابدا ابديت جديد. لقيت ان اتغير التالت، اروح مكنسل وابدا ابديت جديد. الجديد ده خلص، فاروح حاطط فيها بقى ايه الفاينل فاليو. تمام. تمام. وبرضك قال لك محتاجه تبقى ايه، تبقى ميمو وايز. هو بقى بيوريك الكود بتاعه. هو مثلا عنده حاجه اسمها شادو باليت جنريتور، عنده فانكشن اسمها جنريت شادوز، بتاخد القيم بتاعتك اللي انت بتحطها في الانبوت، اللي هي القيم دي اللي هو الكريسبي والانف واللايت بوزيشن والكلر واللازم منه، وتطلع لك سي اس اس كود وتعرضه فين؟ تعرضه في الكود اديتور ده او الايه الانلاين كود بريفيور ده، وهكذا. فاحنا عايزين بقى ايه، نديفر الكلام ده كله. عايزين نديفر الكلام ده كله عشان نخلي الكود اديتور ده يعني ايه بطيء شويه او يلاك شويه. فهل انا محتاج اديفر كل الكلام ده، كل الفاليوز محتاج اعملها ديفر؟ قال لك لا، ممكن بكل بساطه تديفر الفاليو الاخرانيه دي بس. المهم الفكره كلها انك تديفر الفاليو اللي داخله الكومبوننت. تمام. فالفاليو داخل الكومبوننت فين دي، فتقدر تديفر دي بس. ممكن تديفر كل واحده من دول، وبالتالي دي كلهم هيبقى لهم ديفر، فبالتالي ده هتعمل ديفر، فبالتالي ده هتعمل ديفر. لكن الموضوع صعب يعني تبقى عامله بالمنظر ده. فاحنا مش عايزين بالمنظر ده، احنا عايزين ايه، نديفر حاجه واحده بس، فاللي هي ايه الفاينل سي اس اس كود. تمام. وبس. وقال لك كمان ان هو ايه يعني زي ما اليوز ترانزيشن بتديك السبندنج ان في ترانزيشن بيحصل او الداتا ما وصلتش لسه يعني الابديت لسه ما اتعملش. طب تعمل حاجه زي كده باستخدام اليوز ديفيرد فاليو ازاي؟ انك تشوف هل الفاليو والديفيرد فاليو هما الاثنين زي بعض ولا لا. طالما مش زي بعض يبقى في لسه ايه ابديت بيحصل، في ترانزيشن بيحصل في النص. هو قال لك استعمل حاجه زي كده عشان ايه، يخفف الاوباسيتي بتاعت الايه الكومبوننت البطيء او الكومبوننت اللي متاخر لما يحصل فيه ايه ابديت. تمام. وبقيه الارتكل يعني شويه ايه تفاصيل زياده يعني مش محتاجين نعرف. نرجع لموضوعنا. تمام. نيجي بقى نسال سؤال. بيقول لك هنا طب احنا ليه مثلا ما نستعملش في حاجه زي ما نستعملش مثلا ديباونس او نستعمل ثروتلينج؟ الديباونس او الثروتلينج دي تكنيكس بتعتمد على الوقت عشان تقلل يعني ايه التغيير بتاع الفاليو. الديباونس بيستنى فتره صمت او فتره سكون، تمام، او فتره ان ما فيهاش انتراكشن عشان يابديت القيمه بتاعت الفاليو، تمام، باخر قيمه موجوده عنده. تمام. الثروتل بيعمل زي ريت ليميتنج كده، يعني ما بيابديتش الفاليو، بيابديت الفاليو مثلا مره كل اكس اماونت اوف تايم، كل مثلا كل وقت معين، كل مثلا ثانيه، كل 5 دقائق، كل كده.
تمام، ده الديباس وده الثروتل. يقول لك احنا ليه ما نستخدمش الكلام ده كله؟ قال لك احد المشاكل دي ان الديباس والثروتل بيعتمدوا على وقت، وانت هنا ما عندكش وقت محدد. انت مثلا انت مش عايز تابديت السيرش ريزلتس مثلا او اليو اي مثلا كل نص ثانيه كل ثانيه، لا انت عايز تابديته لما الداتا تبقى جاهزه. تمام، او عايز تابديت الحاجات المهمه في ساعتها، والحاجات اللي مش مهمه تابديتها ايه متاخر شويه. فغير كده انت محتاج بقى تقعد تفكر في وقت، في انسب وقت، انسب وقت انك تحطه للديباونس او للثروتل او غيره. تمام، فدي مش حاجه كويسه. تمام، ويقول لك ان ايه، ان اليوز ديفيرد فاليو هي تailored سولوشن فور ريندرنج اوبتمايزيشن، يعني هي معمول اصلا عشان ريندرنج اوبتمايزيشن، فليه تروح لحاجه مش معموله عشان ريندر اوبتمايزيشن؟ تمام. غير كده ان زي ما الديباونس والثروتل مش معمولين للريندر اوبتمايزيشن، ده بيؤدي لمشكله ان انت بقى تقعد تربط ما بينهم وما بين الريندرنج سايكل بتاعتك. فالموضوع ده برده صعب، وممكن يدخلك في مشاكل تانية، وبرده يطلع اليو اي بتاعك مش مظبوط. تمام. غير كده في الاخر برضو يعني الديباونس والثروتل ممكن تستخدمهم مع الديفيرد فاليو، يعني مش لازم تديفير بس، لا ممكن تديفير والديباونس والثروتل برضه عادي. تمام، فالاثنين متاحين معاك في نفس الوقت. تمام. تمام، فبيقول لك بقى ايه الادفانتج بتاعت اليوز ديفيرد فاليو، انها بتمبروف الريسبونسفنس، تخلي الكود بتاعك ريسبونسيف اكتر، الحاجات المهمه ريسبونسيف اكتر، الحاجات اللي مش مهمه تتشال للاخر. تمام. غير كده بيقول لك ايه ديكلاراتيف برايورتايزيشن. يعني ايه ديكلاراتيف برايورتايزيشن؟ يعني انت بكل بساطه بتوضح للي بيقرا الكود بتاعك واللي بيستخدم الكود بتاعك ان ايه الحاجات اللي انا شايفها مهمه، والحاجات اللي انا مش شايفها مش مهمه. تمام. وطبعا بيتا ريسورس يوتيلايزيشن، ان انا يعني بستخدم الريسورس بتاعتي اللي هو وقت السي بي يو بتاعي او السي بي يو سايكلز بتاعتي، ان انا اعرض حاجات مهمه لليوزر بس، حاجات مش مهمه لليوزر بقى سيبها للاخر. تمام. بيقول لك وين تو يوز ديفيرد فاليو، قال لك مثلا لو انا بسيرش او بفلتر. تمام، لو ان انا برندر كومبلكس فيجواليزيشن اور انيميشن زي ما شفنا من شويه. تمام، ابديتنج داتا فروم ا سيرفر ان ذا باك جراوند، يعني عشان استخدام الباك جراوند ابديتس. تمام، وان انا اهندل كومبيوتيشنال اكسبنسيف اوبريشنز، لو عندي عمليه ايا كان بقى نوع العمليه، عمليه تقيله حاجه اكسبنسيف، اروح حاططها في ايه، في يوز ديفيرد فاليو. تمام، وهنا مديك مثال تاني على فكره الايه الفلتر. تعالى بس نجيبه من الكتاب التاني. المثال بكل بساطه نفس فكره السيرش، بس هو بدل ما كان بيسيرش هو دلوقتي بيفلتر على ايه ايتم ليست. هو عنده مجموعه من الايتمز وبيفلتر عليهم، عنده انبوت يخليه يفلتر عليهم، وهو بيعرض الايه الفلترد ايتم في الايتم ليست. نفس الفكره، بس بدل ما كان بيسيرش بيفلتر. تمام 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 تمام. قال لك when not to use deferred value. تمام، امتى ما تستخدمهاش؟ تمام، يعني احنا كل الكلام ده عمالين نقول concurrent rendering وديفيرنج وترانزيشنز والكلام ده كله، بس برضه الموضوع يعني مش ان انا استخدمها وخلاص، لا اعرف امتى استخدمها امتى ما استخدمهاش. انت ما استخدمهاش، طيب قال لك انت ما استخدمهاش لو انت الابديت اللي انت بتعمله ده لازم يبقى هاي برايورتي. تمام، انت لما تحط حاجه في ديفيرد فاليو او في ترانزيشن انت كده بتقلل البرايورتي بتاعها، فطالما حاجه مهمه محتاجه تظهر يعني ايه بسرعه، تظهر دلوقتي، فلا تحط ما تتحطش في ترانزيشن. ده نمره واحد. غير كده ان انت لما تستخدم ترانزيشنز او تديفير ابديتس انت ممكن تقع في مشكله ان انت تعرض داتا ستيل لليوزر او داتا قديمه. احنا زي ما قلنا الديفيرد فاليو بتابديت بعد ما الفاليو الحقيقيه بتابديت، فانت لما تستخدم الديفيرد فاليو فانت كده بت ايه ممكن تعرض داتا قديمه في اي وقت. تمام، وبيقول لك a good question to ask yourself is this update user input ولا مش user input. تمام، لان اليوزر انبوت احنا عايزينه يشتغل على طول في ساعتها، لكن اي حاجه مش يوزر انبوت ممكن نعملها ديفير فعلا. تمام، وبيقول لك كمان في الاخر ايه the best way to avoid performance issues او to improve performance is to write efficient code. تمام. يعني انت الاهم من انك تدفر الابديتس بتاعت الكومبوننت التقيله انك تكتب كومبوننت خفيفه اصلا من الاول. خلي بالك، دي الفكره كلها. طيب يا شباب، اخر موضوع عندنا في الشابتر ده هو البروبلمز وذ كونكرنت ريندرنج. ايه مشكله الكونكرنت ريندرنج؟ مشكله الكونكرنت ريندرنج دلوقتي ان انا عندي يعني الريندر دلوقتي بقى مقسوم على حتتين. حته مهمه، تمام، بترندر الاول، تمام، اللي هو الداتا اتغيرت فده بيرندر على طول. تمام، وده قاعد مستني اللي هو الحاجات الترانزيشنز دي، الحاجات اللي مش مهمه. فده لما يجي يرندر، تمام، ممكن في اي وقت الداتا تتغير تاني. فيا اما هيحصل ان ده هيتكنسل ويحتاج اعمل واحد جديد، يا اما ان هو ممكن احيانا يرندر بدا يعني الرندر يتقسم نصين، نص يرندر بداتا قديمه ونص يرندر بداتا جديده. تمام. فاحد المشاكل او الباجز اللي بتحصل حاجه اسمها التيرنج. التيرنج ده زي ما قلت لك من شويه ان انا عندي ايه، ان انا عندي ابديت شغال دلوقتي بيحصل، ابديت بيحصل، تمام، في النص كده الداتا اتغيرت، ففي حاجات ابديت الداتا قديمه، في حاجات ابديت الداتا جديده. فده بيسموه ايه تيرنج، بيسموه تيرنج لان تيرنج يعني زي قطع كده في النص بيحصل. تمام. تمام، فاحنا ممكن نتكلم كده ان لو انا شغال سينكرونس دايما، شغال سينكرونس ايه اللي بيحصل؟ رياكت تمشي على التري بتاعتها، تري اوف كومبوننتس بتاعتها من فوق لتحت. تمام، وترندر الكومبوننتس واحده. تمام، اللي هو الداتا اتغيرت فهمشي على الداتا كلها الكومبوننتس كلها اعمل لها ريندر تاني اللي محتاج منها ريندر يعني. تمام، ده لو احنا شغالين سينكرونس. طب لو احنا شغالين اي سينكرونس، يعني دلوقتي بعد بقينا شغالين اي سينكرونس او شغالين كونكرنت.
تمام، دي حاجه. في نفس الوقت ممكن يبقى عندي سورسز اوف داتا، السورسز اوف داتا دي سريعه بتتغير بسرعه جدا، فبالتالي فعبال ما رياكت توصل من حته لحته، تمام، خاصه لو في اكسبنسيف كومبوننتس في النص، توصل من كومبوننت للتاني، يعني هنا الداتا تبقى بحاجه وهنا الداتا تبقى بحاجه ثانيه. فهو بيسيموليت الكلام ده، بيسيموليت الكلام ده ازاي؟ تعالى بس نجيبها من هنا. بيسيموليت الكلام ده ان هو عنده كاونت ده جلوبال فاريبل او اكسترنال ستيت، الاكسترنال ستيت دي بزيرو، تمام، وبيزيد كل 1 ملي سكند بتغير تبقى بواحد، تمام. وعنده هنا 5 انستنسز من الايه، من ال من كومبوننت اسمه اكسبنسيف كومبوننت. اكسبنسيف كومبوننت ده بكل بساطه بيعمل ايه؟ بيستنى 100 ملي سكند وبعد كده يريترن، او بقى يعني بيستنى، بيقف كده ثابت 100 ملي سكند بعد كده يشتغل، تمام. فهو بيسيموليت اكسبنسيف كومبوننت وبيسيموليت ايه، داتا سريعه بتحصل، خلي بالك اهو. فعشان يوريك فكره التيرنج ممكن تحصل ازاي، ممكن تحصل فكره التيرنج ازاي. تعالى نشوف. بسم الله بسم الله بسم الله. قال لك اهو انا يعني ايه، الكاونت دلوقتي بيتحرك بسرعه، تمام. فعبال ما رياكت تيجي تابديت الكومبوننتس دي، مثلا هنا ممكن تابديت مثلا وقيمته واحد، على ما توصل هنا تبقى قيمته 3، فيبقى ده رندر بواحد ده رندر بثلاثه، تمام. فدي فكره التيرنج اللي بتحصل، تمام. وقال لك كمان الكومبوننت دي مش مميز، مش مميز اولا عشان لو مميز هم اصلا ما بياخدوش بروبس، فممكن ما يرندروش اصلا، ده نمره واحد. نمره اتنين هم مش مميز عشان يوريك المشكله اكتر يعني، تمام. واحنا هنجرب المشكله دي اصلا في كود ساند بوكس كده قريب أو كمان شويه يعني، تمام. يعني فاهو دي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عنها. قال لك المشكله يعني ما تبانش كبيره، خاصه ده يعني كاونتر، ده رقم عادي يعني مش مشكله، تمام. بس زي ما اللي شايف هو ممكن الحاجات تظهر باكتر من ايه قيمه في نفس المكان. الفكره ان المشكله دي تبان كبيره فعلا لو كانت القيمه بتتغير بسرعه، دي حاجه مهمه، تمام. مثلا لوكيشن على خريطه، مثلا اي دي بتاع يوزر، حاجه كده، فساعتها الموضوع يبقى فعلا مهم، تمام. ان مثلا لو ان انا يبقى عندي اكتر من انستنس نفس الكومبوننت كل واحده بترندر حاجه مختلفه، لا ده كده ما ينفعش. طيب نحلها ازاي؟ قال لك عندنا هوك يحل المشكله دي، اسمه يوز سينك اكسترنال ستور. يوز سينك اكسترنال ستور ده بيعمل حاجتين بيزك، يعني بيعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه ان هو بيخلي الكومبوننت بتاعك يرندر بشكل سينكرونس، تمام، يعني يطلعه من فكره الترانزيشن اللي هو فيها، تمام، او يعني يفرض عليه ان هو يرندر بشكل سينكرونس ما بين الانستنسز المختلفه، ان كل الانستنسز بتاعت الكومبوننت اللي ظاهره في نفس الوقت ترندر بنفس الشكل او في نفس الوقت. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان هو يسينكرونايز ما بين الكومبوننت واكسترنال ستور. ايه هو الاكسترنال ستور ده؟ ممكن يكون حاجه خارجيه، حاجه جلوبال، ممكن يكون مثلا حاجه زي الكاونت اللي شفناه من هنا من شويه، او مثلا داتا من بره رياكت بشكل عام، يعني مثلا داتا من على السيرفر، داتا تبع البراوزر زي الويندو او كده، كل الكلام ده، تمام. شكله عامل ازاي اليوستنج اكسترنال ستور؟ شكله عامل كده اهو. بياخد منك حاجتين، هم اكشلي ثلاثه بس احنا مهتمين باثنين بس منهم. اول واحده فيهم اللي هي السبسكرايب. السبسكرايب دي فانكشن بديها له عشان يعرف يسبسكرايب على ايه، او ايه الحاجه اللي هو يعني بيشتغل على اساسها، اللي لما تتغير اريندا. هي دي الفكره كلها. والجيت سناب شوت اللي هو بيفتح الحاجه اللي هو شغال تبعها دي، يجيب منها الداتا اللي انا محتاج اطلعها للكومبوننت ويرجعها لي في قيمه الايه، الفاليو اللي بترجع مني، تمام. فانا مثلا مديك مثال ان هو مثلا بيسبسكرايب هنا على داتا جايه من ايه، من سيرفر او داتا جايه من بره، تمام كده. اوكي تمام. حاجه تانية مثلا ممكن نعملها هو ان احنا نسبسكرايب على على ايفنتس بتاعت الويندو، زي مثلا ريسايز مثلا، يعني ان انا كل ما ريسايز الويندو مثلا اقدر اخد ايه، داتا معينه من الويندو، يعني أو معلومات معينه مثلا زي الويتس والهايت والسكرول بوزيشن والكلام ده كله، تمام. تمام. اوكي ده كله شفناه، تمام. تاني حاجه اللي هي جيت سناب شوت. جيت سناب شوت دي فانكشن انا بناديها عشان ترجع لي داتا معينه، تمام. والداتا دي على اساسها بقرر هرندر ولا مش هرندر، تمام، او مش هرندر ولا مش هرندر. السبسكرايب بتشوف مثلا ان في ايفنت حصل، فانا عايزه ريرندر، فعايزه الريندر دي بتنادي جيت سناب شوت، بتشوف الداتا بتاعتها، هل الداتا بتاعتها اتغيرت ولا ما اتغيرتش. لو الداتا بتاعتها اتغيرت تروح عامله ريندر وسينكرونس ريندر، انها بتسينكرونايز الريندر ما بين اكتر من كومبوننت في نفس الوقت، تمام. طب لو ما اتغيرتش خلاص ما مش هرندر حاجه، هريتيرن نفس الداتا، تمام. تمام. فاهو قال لك مثلا هنا لما بسبسكرايب مثلا على الويندو، فانا هعمل ايه، السناب شوت بتاعتي هتريتيرن حاجات من الويندو زي الويدث والهايت، تمام. فقال لك انا ممكن استخدمها. ممكن استخدمها ازاي؟ ممكن استخدمها عشان زي ما قلنا اسينكرونايز اكتر من كومبوننت سوا. فانا هنا مش محتاج اسبسكرايب على حاجه، فهو لو تلاحظ كده السبسكريبشن بتاعته فاضيه. فبيستخدمها ازاي؟ بيروح على الاكسبنسيف كومبوننت، يوز سينك اكسترنال ستور، ما بيسبسكرايبش على اي حاجه، بس بيسنكرونايز الكومبوننتس كلها انها تاخد نفس الكاونت، تمام. حتى واحد نسميه كونسيستنت كاونت، تمام. ده مثال. اوكي، لان هو مش عايز يقول للكومبوننت امتى تري ريندر، لا مش عايز انا عايزك تريندر زي ما تريندر عادي، بس لما تريندر الكومبوننتس كلها تبقى واخده نفس القيمه نفس القيمه، تمام. طب لو انا عايز فعلا اقول له امتى يري ريندر، انا عايزه وعايزه يري ريندر لما الكاونت يتغير، اعملها ازاي؟ اقدر بكل بساطه اسبسكرايب على الكاونت اللي بيتغير ده اهو. السبسكريبشن بتاعي هيقول له كل ما الكاونت يتغير ريندر على طول، اللي هو انا عايزك تريندر على طول، مش لما فيش اي كونديشن مش اي حاجه، هو ريندر على طول وخلاص، تمام. بس كده.
فده بينشور ان الكونسيستنت ستيت اكروس كونكرنت ريندر، يعني لو عندي اكتر من كومبوننت كونكرنت ريندر كلهم فوليوم، يعني الستات كونسيستنت واحده ما بينهم كلهم، تمام. كذلك الايه، لما الستور تغير الكومبوننت يرد، تمام. ولاحظ ان هو كده ربطه بحاجه بره الريندر سايكل اصلا، دي الفكره كلها، ان هو ربطه بحاجه بره الريندر سايكل اللي هو الكاونت اللي بيتغير على الست تايم اوت ده، تمام. فده مثلا احد الحاجات الاساسيه في مثلا عملان الستيت مانجمنت لايبريز، مثلا حاجه زي زو ستاند او ريدوكس او جو تاي او الكلام ده كله، كلها بتستخدم حاجه زي ده عشان تعمل لك، او لا مش جو تاي بس ما علينا، كلها بتعمل لك، تستخدم الهوك ده عشان تعمل لك جلوبال ستيتمنت، تمام. وده كان الشابتر بتاعنا. فين الاسئله بتاعتنا؟ ادي الاسئله بتاعتنا. قبل ما نمشي عايزين نحاول نجرب الايه، الكود ده اللي هو فين عايزين نحاول نجرب الكود اللي هو البطيء ده، نجربه على مثلا على بلاي جراوند كده، ونشوف فعلا بيشتغل ولا ما بيشتغلش. فانا هجربه كده وايه وارجع له. اوكي طيب ام باك، انا دلوقتي على لايف كودز بتاع دكتور حاتم، شاوت اوت لدكتور حاتم. لايف كودز ده يعني زي كود ساند بوكس بس اللي عامله واحد مصري ودكتور ومبرمج، يعني فشيخ. اوكي فاحنا عندنا نفس المثال، هو عندنا اكونت اللي بيابديت مع التايم اوت بتاعته عادي جدا، تمام. عندنا الاكسبنسيف كومبوننت اهو بيقعد 100 ملي سكندز ويريرندر، تمام. فلو تلاحظ دلوقتي الارقام اهي، تمام. انا بس حاجه يعني هو مش هيابديت الكومبوننت، مش هيابديت غير لما انا العب في الايه، في التكست بوكس. فتعالى كده نكتب حرف. لو تلاحظ كده بص اهو القيم ايه مختلفه، 24 25 27. هكتب كمان حرف، الارقام ايه 34 35 36 38، فاهم؟ هو ده التيرنج اللي هو بيتكلم عليه. فالحمد لله وصلنا لهنا ده شيء كويس بحد ذاته. عايزين نجرب نميز فعلا الكومبوننت ده. فتعالى مثلا نيجي هنا نقول له مثلا ايه، انا عايز اجيب ميمو، واقول له ان ده عباره عن ميمو اهو، ننادي دي كده، ونيجي تحت خالص نعمل لها كده، عملنا ميموايز للكومبوننت. تعالى نرن تاني نجرب كده. قلت لك مش هيرندر، لان هو يعني هو الميمو بتشوف لو كانت البروبس اتغيرت ولا ما اتغيرتش. هو ما فيهوش بروبس اصلا، فبالنسبه لها هو ما اتغيرش، تمام. الا بقى لو انا دخلت له ايه، لو دخلت له الكاونت من بره. فتعالى مثلا نجرب كده. ممكن نقول له مثلا ان هو ايه، هياخد الكاونت، تمام. ونقول له كده ايه، count equal count، ونحطها ايه في كل الكومبوننتس كده، ونشوف هل هو كده هيرندر ولا لا. لما اغير في التكست بوكس اهو اتغير في التكست بوكس بس، ولاحظ ان هو اتغير بشكل كونسيستنت، تمام. يعني الميمو حلت المشكله شويه، تمام. ليه؟ لان زي ما تقول كده الكاونت ده يعني زي بياخد، يعني كلهم بياخدوا الكاونت في وقت واحد بس مش بيعرضوه في وقت واحد، يعني بيتاخروا عن بعض في العرض بس بيعرضوا نفس القيمه، هي دي الفكره. فده كده من غير ايه، من غير اي يوز سينك اكسترنال ستور. لو عملنا كده يوز سينك اكسترنال ستور هنا، عمل ازاي؟ قال لك اهو بيسينك الاكسترنال ستور على الكاونت بحيث ان هم كلهم يجيبوا نفس الكاونت، تمام. ده اللي احنا عملناه تقريبا، حاجه شبه اللي احنا عملناه بالظبط. فتعالى كده ايه نرفرش، او حاجه اكتب هنا لحظه كده، هاجي اكتب، تمام. هتلاحظ ان هو ايه، كل ما اكتب حرف كلهم بيجيبوا نفس القيمه، وده بحد ذاته ايه، شيء كويس، تمام. تمام. اخر واحده اللي كان بيحاول يسبسكرايب فيها على بيحاول يسبسكرايب فيها على الستور ذات نفسه، ان هو كل ما الستور يرندر يعمل ريندر، انا ما اشتغلتش معايا وانا مش عارف ليه، تمام. يعني مثلا هجرب ان انا اعملها انلاين مثلا، اقول له مثلا ري بتريتيرن ري كده، وستور دوت جيت سناب شوت عباره عن فانكشن بتريتيرن كاونت. شوف هتشتغل، بتعرض واحد وما بتكملش ليه؟ مش عارف. فتعالى نسال شات جي بي تي كده فيها. طيب يعني شات جي بي تي اداني حل فعلا، قال لي ان انا يعني السبسكرايب دي فعلا طريقه، المفروض ان انا طريقه ان انا اسبسكرايب بيها، ويبقى فيها طريقه ان انا انسبسكرايب. فانا مش بسبسكرايب على اي حاجه، انا بكل الفانكشن وخلاص. فقال لك الحل ان انا يعني ايه، زي ما انا كنت فكرت في حاجه زي كده فعلا، ان انا يبقى عندي انترفال يعني في نفس المده، تمام. وهي ماشيه وراها، يعني فالكاونت يتغير بعد 1 ملي سكند، فانا بعد 1 ملي سكند اروح اعمل ريرندر وهكذا. فتعالى نجرب مثلا الستور دوت سبسكرايب دي كده، نجربها. بسم الله. ارجع كده فين البراوزر؟ احنا هنا اهو. فانا بدل ستور دوت سبسكرايب دي هنحط السبسكرايب بتاعتنا، ونرجع دول زي ما كانوا. نقول له هنا ايه، ستور دوت سبسكرايب وستور دوت جيت سناب شوت، تمام. فورمات حلو قوي، اهي شغاله. هو اي نعم فيها تيرنج بس شغاله، كنت يعني لحظه كده. اوكي هي فيها تيرنج بس شغاله. هي تقدر تقول انها يعني شغاله، لان يعني لان دي بتتاخر، يعني التاخير اللي انت شايفه ده يعني ممكن يكون من الكومبوننت ذات نفسه، ممكن يكون من ده.
مش متاكد بالظبط، بس الفكره انها شغاله، ده بحد ذاته حاجه يعني. فبس ده كان كل اللي عندنا في الكتاب. يعني اتمنى يكون الشابتر عجبكم وبسطتوا. تمام، الشابتر اللي جاي عندنا لو خدتوا بالكم يعني هيكون عن الفريم وركس. والفريم وركس شابتر لذيذ عامه. تمام، بيتكلم عن ريمكس ونكست، وشابتر لذيذ وصغير. فيعني انا يعني عايز نوصل له بسرعه. تمام، وبعد كده عندنا ايه فريم وركس، عندنا السيرفر كومبوننتس شابتر مش كبير برضه، ما بيتكلمش في حاجات كتير. عندنا رياكت الترناتيفز، ده شابتر لذيذ جدا وخلاص خلصت. فاضل لنا 3 شباتر باذن الله، يعني 3 اسابيع بالكتير ونكون خلصنا. فاتمنى يكون الشابتر لذيذ وخفيف وعجبكم. لو عجبكم يا ريت تشير وتلايك وتكومنت على الفيديو، واشوفكم في الشابتر اللي جاي، ومع السلامه.